التاريخ يا ابنائي ما هوش رصد للتواريخ والأحداث والحواديت. التاريخ تجربة وموعظة على الأمم والشعوب والأفراد اللي يستفيدوا منها. فالأمة الحية هي التي يحيا فيها أمواتها، والأمة الميتة هي التي يموت فيها أحياؤها. ومن هنا يكمن الفرق بين الشرق والغرب. الآن حيث يسود القلق وتتزايد الضغوط وتتداخل الأزمات، حتى أصبح المجتمع الإنساني يعيش في حاضر دائم ينتشله من الماضي ويحجب عنه المستقبل المبهم. والمأساة كل المأساة أننا لا ندرك من الزمان إلا حاضرنا، مع أننا في أشد الحاجة أن ننظر في مرآة التاريخ، فهموم حاضرنا قد يبددها سكون الماضي. ولكي نفهم حاضرنا ونبني مستقبلنا علينا أن نحفر عميقا وننظر في تاريخ هذه الأمة. فسنجد يا أبنائي، سنجد أن كثيرا مما نتعرض له اليوم أجدادنا تعرضوا له. نفس السيناريو، نفس اللعبة، نفس المنطق. وما يشفع لأجدادنا أنهم فوجئوا بهذه الأحداث وقتها، ولكن ماذا يشفع لنا نحن الذين قرأنا وفهمنا وعلمنا واكتشفنا نفس اللعبة؟ يا أستاذ خليل سلسبيل. يا أستاذ سلسبيل، احنا كرهنا التاريخ عشان الامتحانات بتيجي في التواريخ والأسماء، يعني فوازير، بنقعد نحل فوازير في الامتحان وصعب جدا نحفظ كل التواريخ دي. وده اللي عايز اتفق معاكم عليه. احتجوا، ايوه احتجوا، ناقشوا إدارة المدرسة، اوصلوا الإدارة التعليمية، بس بشرط انكم تبقوا فاهمين تاريخكم كويس علشان تقدروا تناقشوه. اعترضوا على الفوازير سواء في الامتحانات او فوازير رمضان في التلفزيون. فوازير رمضان اللي بتذاع في 11 محطة غير القنوات الفضائية. الصبح فوازير رمضان، والظهر فوازير رمضان، وبالليل فوازير رمضان. فوازير رمضان تعمل على ايقاف العقل والتخلف العقلي. انا ما بطلبش منكم كمدرس تاريخ انكم تحفظوا تواريخ او حد يسمع لي فلان ده امتى اتولد وامتى اتجوز وامتى مات. لو انتوا شايفين ده صعب، انا شايفه سهل جدا وتافه. انما لو فهمتوا مغزى تاريخكم وتتبعتوا تسلسله هتلاقوا التواريخ دي سهلة خالص، ويمكن كمان تحفظوها. يعني انا ممكن دلوقتي اسمع لكم تواريخ كتير مرصوصة وبتسلسل ومنتهى البساطة. يعني مثلا اتولد محمد علي باشا سنة 1769 وتولى حكم البلاد 1805 ومات 2 أغسطس 1849، وتولى من بعده إبراهيم باشا ابنه الحكم في إبريل 1848 ومات في نوفمبر من نفس العام 1848. وحكم البلاد بعد ذلك عباس الأول من 1848 ومات في 1854. جاء بعده الخديوي سعيد ليحكم البلاد من 1854 حتى مات في يناير 1863، وده في عصره كان بداية حفر قناة السويس وبالتحديد في إبريل 1859. وجاء الخديوي إسماعيل ليحكم البلاد من 1863 حتى تم عزله في 26 يونيو 1879. الخديوي إسماعيل اتعزل. طبعا احنا ما بنسمعش عن حد اتعزل اليومين دول، ما علينا. مات الخديوي إسماعيل سنة 1895 وجاء من بعد الخديوي توفيق ليحكم البلاد من 1879 حتى مات في 1892. ثم جاء الخديوي عباس حلمي الثاني الذي حكم البلاد من 1892، وده اللي في عهده كان حادث الدنشواي الشهيرة 1906. واتخلع ايضا الخديوي عباس حلمي الثاني من الحكم في عام 1914. الخديوي عباس حلمي الثاني اتخلع. طبعا احنا مفيش حد بيتخلع اليومين دول بنسمع عنه، مش كده؟ طبعا الخديوي عباس حلمي الثاني تعرض لمحاولة اغتيال اثناء زيارته في الاستانة على يد شاب مصري اسمه محمود مظهر، وهنا انتهى عهد الخديوية ليبدأ عهد جديد للحكم في مصر، عهد السلطنة. وعين أول سلطان ليحكم مصر السلطان حسين كامل، وحكم مصر من 1914 ومات في 1917. وابنه الأمير كمال الدين حسين رفض عرش مصر قبل وفاة أبوه بيوم واحد. رفض عرش مصر
ابنه رفض عرش مصر، فقال الحكم لعمه احمد فؤاد الذي حكم مصر، اول ملك يحكم مصر من عام 1917 حتى مات في 28 ابريل 1936. ثم عين على العرش الملك فاروق ابنه الذي حكم مصر من 1936 حتى قيام ثورة يوليو 1952. بين كل تاريخ وتاريخ من اللي انا قلتهم دول في 1000 تاريخ وتفصيلة كان ممكن اقولها، بس مش هو ده المطلوب.